السلام عليكم، ازيكم طلاب؟ عاملين ايه؟ ده الجزء الثالث من درس المجموعات والعمليات عليها. طيب ليه عملناها او خليناها 3 اجزاء؟ عشان اشرح لكم في الجزء دوت او في الفيديو دوت هيبقى صغير ليه حته الاتحاد بس وحته التقاطع، عشان ما تتلخبطوش بينهم وبين الجزئيه وليست جزئيه، والانتماء وعدم الانتماء اللي هي كانت في الجزء الاولاني. فقلت اخليهم كده في ايه، في فيديو لوحدهم، عشان برضو لو انت دول وقفوا معاك او حبيت تراجع عليهم فيما بعد تعرف ترجع لهم في فيديو مثلا يبقى 5 دقايق ان شاء الله. طيب وبرضه هقول لكم على الحته اللي احنا وقفنا عندها المره اللي فاتت، اللي هي بتاعه الاله، اللي هي كنت ايه بقول لك ازاي تكتب المعادله ديت على الاله، اللي هي اكس زائد 2 بيساوي 7 او واي ناقص 1 بيساوي 6. طيب هنعمل بتاعه اكس زائد 2 بيساوي 7. ازاي هكتب الاكس؟ هدوس الفا وادي الاكس اهي اهي زائد 2. ازاي اكتب يساوي؟ هكتب الفا سولف اهي، الزرار المكتوب عليه كالك ده اهو، اداني اكس زائد 2 بيساوي، هكتب 7. وبعد كده ازاي بقى ادوس يساوي؟ هقوم قايل شيفت كالك، اداني ايه؟ اداني ان اكس بتساوي 5. سولف فور اكس ايكوال ايه؟ ايكوال 5. طيب نخش بقى على حته الاتحاد، اللي هو ايه؟ عباره عن قوس باصص لفوق والتقاطع قوس باصص لتحت. طيب يعني ايه الاتحاد؟ من اسمها كده هوت ان انا باخد الحاجات كلها اللي في المجموعتين، يعني بشوف هنا المجموعه ديت فيها ايه والمجموعه ديت فيها ايه، واخد الحاجات اللي في المجموعه ديت والحاجات اللي في المجموعه ديت. بس شرط مهم جدا ان انا مش باخد العناصر اللي متكرره. ليه؟ لان الكلام دوت انا قايله لك في الجزء الاولاني اللي هو اول فيديو خالص اتكلمنا فيه عن المجموعات. كنت قايل لك ان انا عندي شرطين مهمين جدا في المجموعه. الشرط الاولاني ان انا ما ينفعش اكرر عناصر جوه المجموعه، والشرط الثاني ان مش شرط الترتيب جوه المجموعه، يعني واحد زي واحد واثنين وثلاثه واربعه هي المجموعه اللي فيها اربعه واثنين وثلاثه وواحد. طيب بقول لك ايه؟ بقول لك ان انا عندي مجموعتين A و B. A فيها واحد وثلاثه واثنين واربعه، وB فيها خمسه وسته وثلاثه واربعه برضو، يعني 3 و4 هنا في المجموعه الايه والمجموعه بي. طيب بقول لك ايه؟ بيقول لك انا عايز ايه؟ اتحاد بي، بنطق ديت العلامه ديت اتحاد ايه؟ اتحاد بي. فانا هقول له ايه؟ انا هقول له ان انا هاخد الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه والسته. ما ينفعش اقول له واحد واثنين وثلاثه واربعه وبعد كده اقوم قايل له ثلاثه واربعه تاني وخمسه وسته، لان من شروط المجموعه عدم التكرار. طيب السؤال الثاني جايب لي مجموعه فيها A واحد واثنين وبي فيها 3 و4، وبيقول لي انا عايز ايه؟ اتحاد بي. فهتبقى واحد واثنين وثلاثه واربعه جوه مجموعه واحده. طيب السؤال التالت جايب لي مجموعه جواها مجموعه، فبيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي مجموعه ايه اللي هي الكبيره فيها 3 و4، وفيها مجموعه صغيره جواها واحد واثنين. فلما يقول لي ايه اتحاد بي هيبقى بيساوي واحد واثنين وثلاثه واربعه اللي هي المجموعه الكبيره. طيب التقاطع. التقاطع يعني باخد الحاجه اللي هما الاثنين اتقاطعوا فيها، او من الاخر العناصر المتشابهه، العناصر اللي اتكررت هنا واتكررت هنا، اللي هي ايه؟ هنا مثلا في السؤال ده، يعني الثلاث اسئله دول زي الثلاث اسئله دول، بس الفرق ان هنا تقاطع مش اتحاد. فهنا بقول لك ايه؟ بقول لك ان انا عندي ايه فيها واحد واثنين وثلاثه واربعه، وبي فيها 3 واربعه وخمسه وسته، وانا عايز ايه؟ تقاطع بي. فالاثنين اتقاطعوا في ايه؟ لو جينا نكتبهم بشكل تاني هلاقي ان انا عندي ان الايه بتساوي، افتح قوس المجموعه، جواها واحد واثنين وثلاثه واربعه، وبي بتساوي جواها 3 واربعه وخمسه وسته. لو جيت هنا بص هو بقول لك ايه؟ انا عايز التقاطع. التقاطع يعني العناصر اللي اتكررت، فانا هنا عندي 3 وهنا 3 وهنا 4 هنا 4، يبقى هتبقى بتساوي المجموعه اللي فيها 3 و4. طيب هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي مجموعه فيها ايه؟ فيها واحد واثنين، والمجموعه بي فيها 3 واربعه. انا عايز التقاطع. هنا ركز عشان ديت محتاجه تركيز وناس كتير بتتلخبط فيها، فركز معايا وانت كمان ركزي معايا، عشان بجد الحته دي محتاجه تركيز. لما اجي اقول لك ان الايه اصلا هما الاثنين مش بيتقاطعوا في حاجه، يعني فاهم؟ دي بعيده عن دي فيها واحد واثنين، دي فيها 3 واربعه، فما فيش هنا عناصر اتكررت هنا وهنا. يبقى ايه؟ يبقى المجموعه فاي، يبقى ايه؟ تقاطع بي بيساوي المجموعه فاي اللي هي المجموعه الخاليه، وممكن ان واحد تاني يكتبها ايه؟ كده، مجموعه مفيش جواها اي عناصر. طيب هنا في السؤال التالت ده انا عندي المجموعه الكبيره كان جواها مجموعه صغيره فيها واحد واثنين، والمجموعه الكبيره كانت 3 واربعه وواحد واثنين. طيب لما اجي اقول لك ايه تقاطع بي، يعني ايه اللي موجود في ايه وموجود في بي؟ ايه هو؟ اللي هي المجموعه الصغيره بي اللي هو واحد واثنين، وممكن تاني تلاقيها بشكل تاني اللي هي المجموعه بي نفسها، لان المجموعه بي هي اللي فيها واحد واثنين. بس كده. يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب تكونوا اتفرجتوا على ال3 اجزاء بتاع درس المجموعات، عشان ده درس مهم جدا ولازم تكونوا اتفرجتوا عليهم كلهم. ولو في حاجه وقفت معاكم عيدوها تاني وحاولوا تفهموها وركزوا.
ودايما كده هو تحاولوا تكملوا الفيديو للاخر، لان كل حته في الفيديو بتبقى مهمه، وكل حته في الفيديو بتبقى اهم من الحته اللي قبلها. وان شاء الله فاضل لنا كده حوالي درسين ان شاء الله ونخلص الوحده الاولى على خير، ونعمل مجموعه قصدي نعمل مراجعه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هتبقى مراجعه قويه جدا وفيها حل اسئله كتير. فلو انت سمعت الفيديوهات اللي قبل ديت كلها، يبقى انت كده زي الفل لغايه دلوقتي ان شاء الله، يعني انت كده ماشي تمام. وفاضل لك كده الدرسين بتوع الوحده الاولى عشان نبقى خلصناها، وتسمع المراجعه وتكتب كل حاجه ورايا في المراجعه. واستنوا ان شاء الله هعمل لكم مراجعه ان شاء الله ان شاء الله اخليكم تحلفوا بيها. ويا رب تكونوا استفدتوا زي ما قلنا. وعايزكم دلوقتي ما تنسوش تشتركوا في القناه، ولو الشرح عجبكم اكيد بدل مكملين لغايه الفيديو دوت يبقى الشرح عجبكم الحمد لله. فحاولوا تشيروا القناه مع صحابكم وتخلوهم كمان يشتركوا في القناه عشان القناه توصل لاكبر عدد ممكن من الطلاب، ونسمع كده هوت ان شاء الله على اليوتيوب، والقناه تكبر عشان توصل لعدد كبير من الطلاب وكلهم يستفادوا. وانا ان شاء الله برضو تشجعوني كده عشان اكمل شرح المنهج، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.